تعالوا نشوف عملنا ايه في شقة الاسكان الاجتماعي. اول حاجة عملناها التعديلات المعمارية. تعال اوريك. بص يا سيدي، الشقة عندنا صغيرة، عايز احسسك بالوسع. فتحنا المطبخ على الريسبشن امريكان زي ما انت شايف. تعالى رقم 2، عندي هنا كان هنا دي غرفة، فتحناها على الطرقة زي ما انت شايف. وسعنا دخلة المطبخ، تدخل من الشقة تحس الدنيا واسعة. دي حاجة مهمة جدا، عايزك تحس بالوسع. دي ريسبشن اسكان اجتماعي. انا عارف ان انت مش هتصدق، لا صدق. عايزك تحس بالوسع. عملنا اول حاجة في اللوس اوف بيت نور عادي جدا، مع الاضاءة الورم والثلاث تكات. وبالنسبة للحواض دايما بنستخدم اللون الهادي والفاتح. اللون معانا هنا درجة بريز مع 2 بانوهات بالمستطيل فيهم السبوتات الاب داون. عايزك دايما كل حاجة تشوفها بعينيك تبقى حلوة. علب الكهرباء مش هنقدر نسيبها بالشكل اللي انت شايفه، عملنا عليها علب بالشكل ده مغناطيس، وكذلك العلبة التانية بالشكل. وهنا خفينا على علب الكهرباء. هنتكلم على الارضيات، لازم يكون في تناسق الالوان. هنا عندنا سيراميك مش بورسلين من كليوباترا مقاس 60 في 120. بالنسبه للشاشه ومكتبه الشاشه من غير بهرجه ومن غير شغل كتير وبديل خشب ورخام، عباره عن مكتبه افقيه مع مكتبه راسيه بالبروفايل ليد، عطت الشكل اللي انتوا شايفينه. تعال اوريك بقى المطبخ وعملنا فيه ايه. بص يا سيدي، المطبخ فتحنا المطبخ امريكاني مع الديكور اللي انتوا شايفينه. خدنا اطار من الجبسون بورد ومن داخله عملنا تجاليد خشبيه. دايما بحب الهدوء والراحه. تجاليد الخشبيه لونها هادي ومتناسق مع البروفايل ليد اللي عطى شكل عليه. نفس التجاليد الخشبيه موجوده على الكاميرا بتاعه المطبخ مع التناسق رخام الدبل البلاك، عطى الشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين حلاوه البروفايل ليد لما ضرب وعطى الاضاءه على التجاليد الخشبيه. مستحيل تصدق ان دي شقه اسكان اجتماعي. تعال اوريك بقى المطبخ من جوه. المطبخ صغير بس قدرنا نستغله صح. وسعنا دخلة المطبخ. وتعالى بقى بص اعمل المطبخ بتاعك زي ما هقول لك دلوقتي. خدنا الحوض هنا في النص، واقدر احط معايا هنا غسالة الاطباق لان عندي غسالة ملابس في البلكونة، واقدر اجيب هنا معايا البوتاجاز. طب انا عندي هنا البوتاجاز عاملين توزيع الكهرباء صح جدا، علبة تحت للبوتاجاز وعلبة شمال وعلبة فوق علشان الشفاط. المطبخ اقدر افرشه هنا حرف يو. اقدر هنا ابدا بالتلاجة بتاعتي، واقدر احط عندي هنا الديفريزر، واقدر احط هنا الفرن والميكرويف، والف المطبخ معايا حرف يو مع التناسق. البلاطه المط متناسقه جدا مع بلاطه الارضيه. ركز معايا في التفصيله دي. بلاطه الارضيه اللي كانت موجوده في الريسبشن كملت معايا بنفس اللحمات في المطبخ، وكملت معايا في نفس اللحمات في الغرفه. لما تشوف الشقة وتحس انها واسعة مش من فراغ، ده بدراسة وبشغل منظم. تعالى كمان اوريك تفصيلة مهمة جدا. شايف هنا بديل الرخام بلون القرارة المتناسق جدا مع لون الارضية، مع تجاليد الخشبية اللي خدناها ورا مكتبة الشاشة. هي نفس التجاليد الخشبية اللي عند بار المطبخ وكاميرا المطبخ. كل ما هقلل الالوان وهقلل التفاصيل كل ما هنحس بالوسع، وده غرضنا من الشغل. وكمان عندنا دلاية بسيطة جدا باللون الذهبي المتناسق جدا مع اللون. كمان ما نسيناش في تأسيس الكهرباء لقمة وكشاف الطوارئ، حاجات مهمة جدا بتفرق في الشغل. المفاجآت ما انتهتش، كمل معايا. تعال نتكلم على طرقة. دي طرقة شقة الإسكان الاجتماعي، الطرقة الطويلة. على شمالنا هنا البلكونة. تعال أوريك بنهتم بكل حاجة في الشقة. في البداية لو لاحظت الباب هنا كان راكب باب ألموتال، ولكن احنا خدنا الباب اللي كان راكب على المطبخ بما ان ما بقاش ليه باب وصغرناه وظبطنا مقاساته وركبناه عشان تكون الابواب كلها شكلها واحد وتكون مميزة. تعال نشوف البلكونة الصغيرة استغلناها ازاي. قفلنا فيها الحديد بالشكل المتناسق، وعملنا فيها غسالة الملابس والسخان علشان تبقى غرفة ملابس. بالنسبة للغرفة التانية وهي غرفة الأطفال،
وزعنا هنا ان احنا عندنا سريرين، كل سرير طوله متر، فعندي هنا سرير وعندي هنا سرير، مع ورق الحائط المتناسق جدا مع البنت الصغيرة وسنها، مع شكل الأقرة السوداء، مع إعادة دهان الباب باللون الأبيض المتناسق جدا مع شكل وش الكهرباء، بتخلي الدنيا متناسقة. وكمان هنا الدلاية، ميزنا غرفة البنت بلون الدلايات اللبني المتناسق مع الجو العام واللون اللبني في الشقة. الطرقة دايما جزء مهم جدا من الشقة، وعشان كده عملنا سقف الطرقة جبسون بورد فلات مع خط بروفايل ليد واخد الطرقة بطولها عشان يميز طول الطرقة، وسبوتات على الجنب التاني. شكل الطرقة بقى مميز ومختلف مع شكل الأبواب ولون السيراميك الهادي والمتناسق. دي شقة إسكان اجتماعي. هوريك دلوقتي حمام شقة الإسكان الاجتماعي، الطرقة طويلة عمرك ما شفت زيه في توزيعته وفي تناسقه. تعالى أوريك. ده حمام شقة الإسكان الاجتماعي ولكن بعد التعديل. عملنا هنا شغل مختلف، كان عندنا هنا في عمود والناحية التانية عمود، بنينا حيطة بالكامل عشان ما تشوفش العمدان، واستغلينا قصة العمدان دي عشان نقدر نعمل فيها الخوارنقات. عندي خوارنق هنا فوق القعدة، وعندي خوارنق داخل الكابينة الشاور. خلي بالك وركز، لو انت هتعمل خزان دفن زي كده ما تسيبش القعدة في مكانها الأول، لأن مع فتحة الباب هيخبط في القعدة. فاحنا هنا وزعنا الحمام صح، خدنا كل التفاصيل وخدنا كل الشغل على خط واحد. بدأنا هنا بالقعدة، وبعد كده عند الحوض، وبعد كده الكابينة بعرض الحمام، وعطت وسع للحمام زي ما انت شايف. لما تيجي توزع الحمام عندك الشباك هيحكمك ببعض التفاصيل. كنا ممكن نجيب الحوض في البداية، ولكن عندي هنا الشباك ما اقدرش اغير مكانه، فجبنا القعدة في الاول والحوض في النص مع الفاصل السكريت بينه وبين الكابينة مع المراية. تعال اوريك هنا بعض التفاصيل في الكابينة. عندي هنا بالنسبة للكابينة كنا حابين نعمل الخوارنة اللي انت شايفه، وده خلاني اعمل مسطرة الدش ساقطة من السقف. هوريك هنا فكرة مميزة ومختلفة. انا عندي هنا 3 مخارج. بص ركز في التفصيلة المهمة دي. هنا عندنا اول مخرج للمية، اقدر احول منه لسماعة الدش الخارجية. طب لو حابب احول من سماعة الدش الخارجية لليد الخارجية، جبنا محول ونقدر نعمل بالطريقة دي وبكل سهولة نحول ما بين السماعة الخارجية وما بين اليد الخارجية. وهنا قدرت اعمل لك دش مدفون بدون دش مدفون. ركز لي بقى هنا في تفاصيل الكابينة. هبطنا الكابينة عن منسوب السيراميك 1 سنتي مع الميول. هتلاقي المية هنا شغالة وبتجري كلها على الجريلا، لأن الميول معمولة مظبوط وصح جدا مع تقطيع مثلثات، وكل جزء مايل على المجرى بتاعتها. هتلاقي هنا المجرى راكب ليها سيراميك داخل المجرى، ونفس المجرى هنا نفس البيبة راكب ليها سيراميك، بحيث أدخل الحمام مفيش اي بيئة بظهرة سواء المجرى او البيبة الخارجية. تفاصيل مهمة جدا بتخلي شكل الحمام مختلف، وده هتلاقيه عندنا وبس.